السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي صديقتي، إن شاء الله بخير وعلى خير. يلا معايا نروحو نديرو قهيوة لتعديل الدماغ بإذن الله، وفطوري الصباحي إن شاء الله اللي حتكون فطيرة الشوفان، وإن شاء الله بإذن الله راح نشاركها معكم في الفيديو تاعي في الأيام هذه اللي جاية بإذن الله. يلا نخليكم مع المتابعة تاع فطوري الصباحي، وكمان مشان نروح للوصفة تبع اليوم اللي هي وصفة رائعة، فطائر محشوة، فطائر صحية ورائعة. وبما انه مع قريب حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله راح نبلش اني اعطي وصفات ان شاء الله الإفادة، وصفات صحية بإذن الله في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله يا رب. يلا نخليكم مع المتابعة ونشوفكم فيما بعد. وهذه هي الفطائر اللي راح نعملها معكم نهار اليوم. فطائر مملحة مشكلة ومحشوة بخضار ولحمة مفرومة، يعني كله صحي في صحي بإذن الله. يلا خليكم معايا، إذا حبيتوا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير تابعوني وتابعوا الفيديو للأخير بإذن الله، متابعة ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرة ثانية في مطبخي، مطبخ هذه لايف ستايل كيتشن. إن شاء الله هذو هما المقادير اللي نحتاجهم لوصفة اليوم بإذن الله، راح نشاركها معكم وإن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم بإذن الله. إذا عندنا فدقيق قمح الكامل، يعني حوالي كيلو، ولكن مش راح نستعمله الكيلو كله، حسب نوعية الدقيق تبعك. عندي 240 ملي من المياه الدافئة، يعني كاس ونص. عندي نص كاس من حليب الصويا أو الصوجا، وعندي نصف كاس من الزيت النباتي. بالمناسبة حليب الصويا إذا ما فيش متوفر عندكم تقدروا تعملوا حليب، ولكن حاولوا أن يكون خالي دسم. 110 جرام من الياغورت طبيعي. عندنا ملعقة من حبوب تشيا، ملعقة كبيرة من حبوب بذرة الكتان.
يعني أنا هذو حبيت نضيفهم في يعني مشان تزيد طاقة وحيوية وإفادة للجسم. عندنا ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وملعقة من السكر البني، والملح حسب الرغبة. يلا نروح ونبدأ في طريقة عجن الفطاير. أول شيء راح نبدأ بالسوائل الأول، نخلطهم مع بعضهم. بعدين راح نوضع الخميرة والسكر ونتركهم شي 10 دقائق، لا يعني لا تتفاعل الخميرة، يعني تزيد في الكثافة، ونرجع لها إن شاء الله مشان نكمل الباقي، يعني نفرغ دقيق القمح الكامل وبقية المقادير. يلا شاهدوا معايا. هيا شفتوا كيف تغيرت القوام تاع الخميرة للسوائل. إذا نضيف اليوغورت ونضيف البذور ونخلط جيدا، ونروح نعجنها في العجانة بإذن الله، وتابعوا كيف راح يكون قوام العجينة بإذن الله. وهذا هو قوام العجينة تبعنا، يعني لازم تكون مش لا طرية كتير كتير كتير، ولا يعني صلبة، تكون لينة، ويعني هيك مثل ما انتم شايفين في الفيديو. اذا نح نتركها مشان تخمر، وهنا نروحوا للحشوة مع بعض. اذا انا مش راح احط الزيت، لانه بما اني راح استعمل اللحم المفروم. احنا كلنا اللحم هذا هو لحم البقري، فيعني ما فيهش، حاولت انه نجيبه ما يكونش فيه دهون. اول شيء ابلش بالفلفل الاحمر. عندي فلفلاية حمراء كبيرة قطعها مربعات مثل ما انتم شايفين، وفلفل اخضر حلو يعني. عندي حبتين يعني كانوا متوسطين عاديين، فنحطهم في الماء. ربع كاس او نص كاس من الشاي تبع الماء، نحطهم مشان يتقلوا شوية فيه. وبعدين نضيف مثل ما انتم شايفين الجزر، نص حبة جزر متوسطة مع الكوسة حبة متوسطة، ونخلط الكل مع بعض. وهون عندي حبة كبيرة من البندورة طماطم، أو إذا كان عندك صغيرة استعملي حبتين، ونخلط كل شي مع بعض، خليهم يتقلوا مع بعضهم حتى يصير هذا القوام مثل ما انتم شايفين بالفيديو. وبعدين نضيف اللحمة المفرومة. عندي 250 جرام من اللحمة المفرومة، انتوا حسب الكمية اللي بدكم تعملوها. تحبوا يعني انه تزيدوا تضيفوا الخضار، هذا شيء كتير منيح يعني. في نفس الوقت تضاعفوا في الكمية. عندنا الملح حسب الرغبة، يعني مثل ما بدكم. عندي هنا بصل بودرة. بلش اني اضيف التوابل. هون عندي الثوم بودرة مثل ما انتم شايفين. عندي الاوريجانو الزعتر، وبعدين نضيف الحبق
وبعدين نضيف الكزبرة. أنا عندي الناشفة، إذا كان حبيتوا، إذا كان عندكم يعني مش مشكل. نخلط كل شيء مع بعض حتى يتجانس كل المقادير مع بعضها وتدخل التوابل فيما بينها فيما بعضها، ونخلط كل شيء ونخليها حتى تتقلى شوي، يعني مدة 5-6 دقائق. حتى يستوي كل شيء مع بعض، يعني اللحم المفروم. وهون راح نضيف مثلثات من الجبن، يعني فاشكيري، أو تقدروا تستعملوا أي جبن متوفر عندكم بالبيت عادي. يعني أنا فقط حبيت نضيف هذا الجبن مشان يعطي نكهة يعني. ونخليه حتى يعني يذوب، ونروح نمشي للعجينة ونبدأ بتشكيلها. العجينة بتاعتي يعني زادت في الكثافة الله مثل ما انتم شايفين. راح نبلش في تشكيلها. أول شي نقطعها إلى 3 أقسام متساوية، ونخليكم تشوفوا التشكيل العجينة بإذن الله. إذا راح أبلش بأول قسم، أول كرة. هنا أنا راح أوزنهم على 100 جرام، كل واحدة يعني فيها 100 جرام مشان نعمل الأشكال. ومثل ما انتم شايفين إنه توزنوا أحسن لما يكون عندكم الميزان، ولا لي يعني بعينكم، يعني تقدروا تعملوا لعينك ميزانك، يعني تقدر تعملي الأشكال اللي انتي الكريات اللي انتي بدك اياها. لأن نكمل الطريقة ونشوفوا الباقية. إذا هنا راح أبلش بالشكل الأول، إنه بسط الكريات تبع العجينة مثل ما أنتم شايفين، بسطها كويس يعني. وبعدين بفتحها على بقطاعة البيتزا، بفتحها على 4 جهات مثل ما راح تشوفوا هنا في الفيديو. هكذا 1 2 3 4. وبعدين في كل وسط الورقة بحط الحشوة مثل ما انتم شايفين. وبعدين بناخد كل ركن من أركان الورقة هاي، نلصقهم مع بعضهم، وبعدين نمسح بالماء في وسط العجينة، مشان يعني بقدر اني مشان الاطراف تلزق في الوسط وين وضعت المياه. يعني راح تشوفوا مثل ما راني بعمل هيك، وبنضغط كويس كويس مشان ما تفتح معي بعدين في الطهي. ونكمل نشوفوا الطريقة كيف. هون مثل ما انتم شايفين، يعني عندي هذا تبع الفرن
نوضع فيه الأشكال بتوعي مثل ما انتم شايفين، يعني شكلها جميل، وحتى لما تستوي يعني راح تكون أجمل. نحط في الوسط كتزيين يعني زيتون، انتو اللي عندكم متوفر عندكم حطوا أي شيء بدكم إياه، ونكمل بنفس الطريقة. والفرن نكون شغلته على 180 درجة، وبعدين لما وضع الصينية تبع الفرن مشان يستووا راح أعلي في الفرن ل200 درجة، ونخلوهم يستووا حتى يعني تشوفوهم يعني يحمر اللون تبعهم مثل العادة يعني، وراح نشوف الأشكال بتاعهم. هو فقط لما توضعوهم في الصينية يعني لازم انكم تاخذوهم يعني تحملوهم برفق مشان ما يتفتحوا معاكم. شايفين كيف الشكل؟ هذا هو. راح أكمل البقية إن شاء الله، وكمل الأشكال البقية، ونوضعهم في الفرن ليستووا. أما بالنسبة للشكل الثاني مثل ما انتم شايفين، أبسط قليلا العجينة أو الكويرات تبع العجينة، وبعدين نعمل حفرة هيك مثل ما انتم شايفين بالفيديو بكأس، ونسويها منيح، وبعدين بحط الحشوة، بحط زيتونة للتزيين، وكمان إذا بدكم تحطوا التشيز والجبن يعني مثل ما بدكم. أنا ما كنتش حابة إني أحط، يعني فضلتها تكون هيك. ونكمل بنفس الطريقة. هون مثل ما انتم شايفين راح امسحهم بصفار البيض من فوق. والتزيين يعني مثل ما بدكم انتم، تحبوا تحطوا حبة سوداء او السمسم، يعني اللي بدكم اياه تعملوه، كل واحد ويعني الرغبة تبعه في طريقة التزيين. اذا هذه هي، جينا للشكل الاخير. نبسط العجينة على شكل مربع، وبعدين بنوضع الحشو. وانا كنت اضفت زيادة على الحشو هذيك، يعني كان عندي صدر دجاج يعني مستوي مطبوخ، فأضفته عليها من فوق، وكمان رشيت شوي من الجوز، حبيت نعطيه طعم يعني من الجوز، يعني هو اختياري مش شرط يعني ها. فأنا فقط حبيت إني نعطيه هذاك الطعم، وكمان إفادة للجسم بروتين نباتي، والزيوت المفيدة اللي موجودة في الجوز. هذه هي. بعدين مثل ما انتم شايفين بالفيديو آه، نعمل هيك مثل الرولي ونقطعه، وبعدين نحط البيض ونوضعه في الفرن، البيض من فوق، ونوضعه في الفرن حتى يستوي، ونجيكم إن شاء الله في طبق الأخير.
إذا هذه هي فطائري المحشوة الرائعة. إن شاء الله نتمنى أنها تكون عجبتكم هذه الفطائر، وإن شاء الله تجربوها وتستمتعوا بها. ويعني مع أنه رمضان المبارك يعني قرب، فهذا منيح يعني أنه نساعدوا حالنا يعني كمقبلة يكونوا، أو حتى للسحور ليش لا. فهما رائعين رائعين رائعين، ونتمنى لكم التمتع بالذوق تبعهم. ونقول لكم في فيديو آخر، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.